في دقيقة واحدة هوريك السر في قرمشة بلح الشام اللي زي المحلات. أول حاجة كل المكونات هخلطها على البارد. كوباية مية، ربع كوباية زيت، ربع كوباية نشا، معلقة من السكر، رشة ملح، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهحط الخليط بتاعي على نار متوسطة، وبعد كده ابتدي اضيف كوباية ونص من الدقيق واقلب كويس جدا لغاية ما يبقى معايا عجينة متماسكة بالشكل ده. هسيبها تبرد خالص، وبعد كده هضيف بيضتين وعليهم فانيليا واخلطهم برضو كويس جدا مع بعض لغاية ما يبقى معايا عجينة تلزق بسيط في الايد. وهحط العجينة في كيس حلواني ببلبلة مخصوصة لبلح الشام، والمقص يكون مبلول زيت بالشكل ده، وهدوس عليها وابتدي اقطعه قطع بالشكل ده في الزيت البارد. وبعد كده ما اخلص الكمية هحطها على نار متوسطة، ومش هقلبه خالص لغاية ما يبتدي ياخد لون، وهو ساعات بيقلب نفسه بنفسه لو احتاج اقلبه انا. وبعد كده لما ياخد اللون ده هبتدي اشيله من على النار وهحطه في شربات الحلويات البارد، واللي عايز طريقته في رابط اسفل الفيديو. وكده القرمشة والطعم هيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. اهم حاجة سيبولي رأيكم في التعليقات، واشتركوا في القناة ودوسوا لايك على الفيديو.